السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا زملكاوية، فوز الزمالك على طلائع الجيش 3-1 مع المدرب الشاب أحمد عبد الرؤوف. طبعا كلنا فرحانين بالثلاث نقاط والوصول للنقطة ال 22، لكن كابتن أحمد عبد الرؤوف مدرب نادي الزمالك عنده شغل كتير قوي. أولهم انفرادات عدي الدباغ. 3 انفرادات يا راجل تضيعهم. 3 انفرادات، يعني النتيجة الطبيعية المفروض تبقى 5-1 6-1، مش تضيع 3 أهداف، تجيب جون وتضيع 3. عامة في بعض الأخطاء كتير ظهرت في الماتش. أكيد أحمد عبد الرؤوف هيعالجها. منهم طبعا حسام عبد المجيد البطيء جدا، اللي بيلعب من غير نفس. إيه يا عم، بتلعب ليه من غير نفس؟ مش عاجبك يا عم الزمالك؟ سيب الزمالك وروح لأي نادي تاني. احنا عايزين اللاعب الفدائي، اللاعب اللي يحب الزمالك بجد. اما ناصر ماهر حط جونين، بس طبعا برضو بيضيع كتير وبساطه كتير مقطوعة. فبقى ارجو يعني من احمد عبد الرؤوف ان الغلطات الصغيرة دي يعالجها يعني. دونجا كل كورة تجيله بيرجعها ورا. انا مستغرب ليه بترجع الكورة ورا يا دونجا؟ يعني هل بيصعب عليك مثلا ان الزمالك طالع بهجمة اكتر من كورة انت بترجعها ورا وبتفسد الهجمة؟ فالحمد لله طبعا على ال3 نقاط والوصول للنقطة ال 22. طبعا بندعي ان المنافسين يتعثروا بإذن الله، وده هيحصل ان شاء الله. وكل الدعم وكل التوفيق لأحمد عبد الرؤوف، لانه فعلا ابن نادي الزمالك ومخلص. عمره ما هيكون أسوأ من اليانك فيريرا اللي كان عندنا.